النهارده هنعمل وصفة من الوصفات الحلوة الجديدة اللي ما عملناهاش قبل كده. هنعمل صينية البطاطا بالكريمة وصينية البطاطا كمان بالكريم كراميل. البطاطا في كل حالاتها بتتشوي وبتتاكل زي ما هي كده، وطعمها بيكون حلو قوي. بس احنا عايزين ساعات ندخلها في حاجات ووصفات تانية كمان. لو اول مره تشوفوني اشتركوا في القناه واعملوا شير ولايك للقناه. هنبتدي بالمكونات. اول حاجه عندنا كيلو كده من البطاطا المشويه، وهنبدا نهرسهم كده. او لو عندك بطاطا تبداي تقطعيها تقشريها وتقطعيها قطع كده صغيره، وشويه سكر كده، معلقتين من السكر وشويه ميه صغيرين، وتسيبيهم يستووا خالص. وبعدين تبداي تعجنوهم في بعض كده او تهرسوهم بشوكه ولا حاجه. احنا هنا عندنا بطاطا مشويه مثلا، لو عندك بطاطا من قبلها بيوم والولاد مش كلوها ولا حاجه، تبداي بقى تسيبيها تحطيها على رف التلاجة، وتاني يوم تبداي تقشريها وتبداي تهرسيها كده بشوكه زي البطاطس المسلوقه، وتسيبيها كده على جنب. ونجيب من لتر من اللبن نقسمه نصين. هنعمل نوعين، بطاطا بالكريمه وبطاطا بالكريم كراميل. الكريمه اللي هي الكدابه اللي هي بالنشا واللبن والسكر. فهناخد لتر لبن بمعادل 4 كوبايات من اللبن، هاخد كوبايتين. هنضيف لهم 2 معلقه من النشا ومعلقتين من السكر، وتبداي تقلبيهم على البارد. وبعد كده ترفعيهم على نار. اول ما يغلوا مع بعض هيمسك الكريمه هتمسك في بعضها كده. وهنا بقى الصينيه كده صغيره كده مدهونه سمنه حسب المقاس اللي تحبيه، بس احنا عايزين نعمل صينيه صغيره كده. هتبداي بقى تسوي فيها البطاطا وتدخلها التلاجة، او عادي هي مش محتاجه تلاجة، هي مسكت في بعضها وكده. فتبداي بالشوكه كده تساوي الاطراف وكويس جدا. انا هنا دخلتها لمده ربع ساعه كده، وتقدري تدخليها ربع ساعه نص ساعه، بس هي مش محتاجه وقت كتير ولا حاجه. بعد كده احنا عملنا الكريمه، اول ما غلت بتسيبيها تبرد خالص تماما. بعد كده بتضيفيها على البطاطا. مفيش اسهل من كده ولا ابسط من كده. طعمها تحفه وبيطلع سكرها معتدل. البطاطا مش محتاجه سكر عامه، البطاطا بتكون مسكره، واليومين دول موسم البطاطا بتكون تحفه جدا ومسكره، ومش محتاجه ان انت تضيفيها سكر. هنا الكريمه حاجه بسيطه كده، مقدار كوبايتين، يعني في معادل نص كيلو او نص لتر من اللبن. نص لتر اللبن الباقي ضفناه على نص كمية البطاطا. كيلو البطاطا قسمناه نصين، نص للبطاطا اللي بالكريمة، والنص التاني دوبناه بمضرب سلك كده عندكم يدوي العادي. ضفنا له كوباية من اللبن، وبدينا نقلبه بس عشان مش ريحة الصال في اي تكتلات ولا اي حاجة. ضفناه فرمناه، اديناه فرمه كده في الخلاط، وبعد كده حطيناه في الحله. وبعد كده بتجيبي باكو من الكريم كراميل وتبداي تقلبيه كويس جدا، وترفعيه على النار. اول ما يغلي غلوتين كده لمده دقيقه، ترفعيه من على النار. وبعد كده بتدخليه في صينيه وتدخليه الفرن، بيطلع معاكي تحفه. ممكن كمان تحطيه في اي قالب يديكي شكل حلو ولا حاجه، وتبداي تقلبيه تاني يوم او كده، او يقعد ساعتين 3 في التلاجة، مش محتاجه تدخليه الفرن. بس احنا هنا هنحطه في صينيه وندخله الفرن. حابين ندي البطاطا وش كده، بتطلع معاكي تحفه كمان. كيلو البطاطا عملنا منه وصفتين تحفة، وكمية كمان حلوة خالص من البطاطا. ولو الناس، في ناس كتير ما بتحبش البطاطا بالطريقه، يعني بالطريقه العاديه اللي هي بتتشوي او تتسلق وتتاكل كده بالمعلقه. احنا هنا النهارده عملنا بكيلو بطاطا صنفين حلوين وبرده شيك، ويتحطوا على سفره في، وبرده الاطفال يحبوها ولها فوائد كبيره اصلا البطاطا. فعملناها بطريقتين حلوين خالص، وفي نفس الوقت وصفه فيها كريم كراميل، ووصفه تانية فيها الكريمه العاديه او القشطه الكدابه. الاتنين حلوين خالص وتحفه. دي للناس اللي ما بتحبش البطاطا باي طريقه، الطرق اللي بتاعتها العاديه. احنا عملناها بطريقه تانية تقدروا تاكلوا فيها البطاطا، وتقدروا تعتبروها صنف حلو على سفرتك كمان، وتحبي تعمليه في اي وقت. اليومين دول موسم البطاطا ورخيصه كمان ومش غاليه، تقدروا تجيبوها وتعملوها لاطفالكم بالطريقه دي. احنا هنا دخلناها في الفرن على درجه حراره 180. بتشغلي الشوايه من فوق، مش بتحتاج يعني تقعد من 15 دقيقه ل 20 دقيقه، تاخد وش بس. وهنا انا ضفت على وشها، نقطع على وشها كده شويه من السمنه كده، بتديها برضو تقميره والسمنه بتديها وش حلو كده ولذيذ ومتحمر كده. وتبداوا بقى تسيبوها تبرد وتدخلوها التلاجة وتقطعوها. بتبقى متماسكه وبتكون طعمها حلو. سكرها مش كتير، دي للناس اللي ما بتحبش السكر كتير. حابين تضيفوا الكريم كراميل سكر برضو براحتكم. حابين تضيفوا القشطه او البطاطا سكر، لو البطاطا عندكم مش مسكره تقدروا تضيفوا لها معلقتين من السكر عادي جدا. تبداوا بقى انا هنا دخلتها التلاجة لمدة ساعتين، طالعة حلوة وجميلة وطعمها حلو وبتتقطع معاكي بكل سهولة.
اول ما تبرد بتتقطع معاكي بكل سهوله. انا هنا برضو وكمان انا ما صبرتش كمان على اللي معموله بالصينيه دي اللي معموله بالكريم كراميل، ما سبتهاش تدخل التلاجة ولا حاجه، وبرضو متماسكه معايا وطالعه حلوه، تقدروا تدخلوها التلاجة بتتقطع معاكم بكل سهوله وتكون طعمها تحفه. انا عجبني الطريقتين، تقدروا تعملوا طريقه واحده، مش لازم تعملوا طريقتين مع بعض، الطريقه اللي تعجبكم اعملوها بيها. لو عجبكم الفيديو اتمنى تجربوا الحاجات دي، هتعجبكم جدا. ده الكيس كراميل، انا ما رضيتش كيس اللي بيبقى السكر المكرمل اللي بيبقى موجود مع باكل كريم كراميل، حبيت ازين بيه الشكل كده، تقدروا تضيفوه من تحت عادي، وتقدروا مش تدخلوه الفرن ومش تدوه وش وتقلبوه، تضيفوا وتزينوا بالكيس الكراميل ده كله عادي براحتكم. اي طريقه او اي وصفه او اي حاجه تقدروا تستخدموها بيها. انا هنا زينت بيها، بيديها طعم حلو، بيديها برضو شكل جميل برضو. البطاطا دي من الأصناف الحلوة السهلة البسيطة الخفيفة اللي أي حد ممكن يقدر يعملها، وكمان ما مش مكلفة ورخيصة اليومين دول، لأن ده موسم البطاطا، ومفيدة كمان للأطفال وحلوة. الوصفتين أجمل من بعض، طالعين طعمهم تحفة وبيتقطعوا كمان وحلوين خالص.